تفضل. تفضل. حاضر يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبأسانيدكم إلى الإمام عبد الرزاق في مصنفه كتاب الطهارة، باب الرجل يبزق دمه. وبه قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يتنخم دما، هل عليه هل عليه الوضوء؟ قال: لا. قلت: أيمضمض؟ قال: لا إن شاء. وبه قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أدخل عودا في فمي فيخرج فيه دم، قال: فلا تمضمض. وبه قال عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود قال: بصق مجاهد دما فتوضأ. وبه قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل مفقود ينفث دمه، أو مصدور ينهز قيحا، أحدثه؟ قال: لا، ولا وضوء عليه مما ليس بطعام. حدث وب... هو أحدث هو، يعني هذا الحدث يعني ينقض الوضوء. أحدث هو حاضر يا سيدي، عندي أنا أحدث هو. أو أحدث، نعم ممكن يكون أحدثه يعني. هذا يجوز، بس الثانية أوضح. أحدث أحدث يعني هو. مم. حاضر عموما يا سيدي. الدم من الفم بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل، على الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء إلا الذي يخرج من السبيلين، يعني القبل أو الدبر، فإن هذا هو الذي ينقض الوضوء. لكن إذا خرج الدم من الفم فيبصقه ولا يبتلعه، لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة وإيه كمان؟ والدم. الدم ما يبتلعه ويتخلص منه، من إذا يعني إما بمنديل أو بشيء يعني يبصقه فيه. وهذه الحركة لا تؤثر في الصلاة إن شاء في صحة الصلاة. وهو أورد بعض الآثار. انقطع الصوت يا سيدي. شيخنا، انقطع صوتكم عندي. يبدو أن الشيخ خرج، ننتظر قليلا. هل الشيخ في تليجرام ويسمعنا؟
السلام عليكم. الشيخ خرج من التليجرام برضو إن خلاص ننتظر قليلا حتى يعود يا سادي. شاء الله إن شاء الله. حاضر. الإخوة الأحباء، يبدو أن الشيخ لديه عطل، لولا ذلك لعاد سريعا، فنؤجل الدرس للغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.